السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي هنا وسعادة يا رب، محققين كل اللي تتمنوه. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم امين. النهارده بقى يا جماعة جايلكم فيديو روتين، هو روتين غريب عجيب كل حاجة يعني. انا بس يوم واحد تعبته، هو يوم والله. يعني انا كنت عامله لهم الفطار قبل المغرب قبلها بيوم وتمام، مش طبعا المطبخ وكله تمام، بس هو بقى بعد الفطار والسحور كل المواعين دي، مش دي مواعين بس، لا انا هتلاقي مواعين، هتلاقوا مواعين الدنيا دلوقتي مش عارفه جت منين. فتاني يوم طبعا ما قدرتش، وداخله المطبخ حوالي الساعه 5:15 او 5. ف عندي ولاد صغيرة بتصوم، فأنا لازم أعمل أي أكل بسرعة يعني. وكمان لازم أعمل أكل بيحبوه، وكمان لازم أعمل أكل بيشبعهم، وكل ده في وقت قياسي. وهعمل حاجات كتير جدا جدا، خليكم معايا في أول فيديو. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة بعد ما تتفرجوا عليه اعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تزوروا القناة اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة بأمر الله. النهاردة هعمل ايه؟ هعمل مكرونة باللحمة المفرومة، واحط عليها جبنه موتزاريلا. عندي حته لحمه مفرومه كده متعصجه جاهزه، كانت باقيه من الاكل عينها في الفريزر، كنت عامله مكرونه بشاميل ولقيتها زياده شويه. وعندي حته جبنه موتزاريلا برضو كانت باقيه في الفريزر، واخر كيسين مكرونه قلم عندي. فحطيت حله كده على النار في البدايه، وحطيت احط فيها زيت وملح علشان اسلق المكرونه بتاعتي. انتي بقى لو عندك طاجن كبير او عندك طواجن او الفرن بتاعك بيسعفك، هتحطي كله على بعضه من غير سلق ولا حاجه في الطاجن وفي الفرن او في حله على النار. عايزه اقول لكم انا جيت اشغل الخلاط اشتغل لوحده، يعني احط الشفشه اشتغل لوحده، مش الخلاط كان مفتوح اساسا، بس هو عشان في تكه امان الحمد لله يعني. ف بس انا هنا كان لازم اسلق المكرونه، لان المكرونه دي بتاعه التموين. انا هنا حطيت الزيت على الميه بتاع المكرونه بتاع السلق، وحطيت ملح. مكرونه التموين دي صغننه جدا يعني، مش ضمنها خالص ان انا احطها من غير سلق، لان انا بحب اسلقها زياده علشان حجمها يكبر شويه وتستوي. فهنا خلاص الميه يدوب سخنت، ما استنيتش حتى لما غليت، وحطيت فيها كيسين المكرونه واقلبها كده واسيبها. طبعا انا كنت هنا بطلب من ملك بنتي كمان كيس، قالت لي ماما ما عادش الا كيس، قلت لها هديه. فحطيت الكيسين وخلاص كده، جبت حله على نار تانية وهحط فيها ايه؟ اللحمه المفرومه المتعصجه اللي انا جايباها من الفريزر. حطيت بس معلقه زيت كده في الاول علشان اللحمه احطها على زيت كده، وبعد كده افكها، هي في ثواني يعني مش بتاخد وقت خالص. وهنزل عليها بعصير الطماطم اللي احنا عاملينه. اللحمة متعصجة فيها توابلها، فيها بصل وفلفل وتوم وكل حاجة. انا بعصج اللحمة بصل وفلفل، بحب اشوح اللحمة الاول بصراحة، وبعد كده اضيف عليها بقى البصل والفلفل والثوم وبهاراتي، بهارات لحمة، ملح وفلفل اسمر وكمون، جوز الطيب، اي بهارات عندك بقى حابة تضيفيها ضيفيها، او انتي متعوده تضيفيها بتضيفيها. هي كل البهارات يعني لو حطيتي منها حاجات بسيطه خالص بتطعم الاكل، لكن لو زودتي بتقلب الاكل خالص يعني. نصيحه مني ليكي. حطيت بس شويه ايه، فلفل اسمر وكمون وملح بسيطين خالص علشان بس اطعم الصلصه، وشويه بهارات لحمه، لان اللحمه كده كده متبله زي ما قلت لكم. هنا المكرونه بقلبها، مطلوب مني النهاردة اعمل غدا كامل، وهنا شوية فاصوليا كده كنت مطلعاهم، قلت هقضي واعمل رز وشوية وحتة بانيه ولا حاجة، قلت لا بلاش بانيه والكلام ده كله. هنا بقى بقول لكم الكنافة ممكن تقطعها كده بالسكينة في ثواني، بس هو سبحان الله يعني، اللي متعود على حاجة متعود عليه. انا ما احبش افلفل الكنافة ولا اقطعها الا بايديا الاتنين كده، حتى لو انا مستعجلة متعودة. هنا خلاص المكرونه كانت استوت وصفيتها من الميه بتاعتها، والله ما حطيتش عليها ميه ساقعه، انا ببقى متعوده اعملها بميه ساقعه واصفيها تاني واحط عليها زيت. حطيت عليها زيت بس لان انا بجري ورا نفسي بصراحه. وهنا جبت الكنافه بعد ما فلفلتها وخليتها جميله كده، انا جايباها صبحه من عند الحلواني على اول الشارع بتاعنا، على اول الشارع، فاهمين يعني؟ خطوه يعني، ما شاء الله الحمد لله يعني.
وحطيت عليها زبدة كده وفركتها، ما بحطش سكر. ودهنت الصينية كده، زودتها سمنة عشان انا هنا مش محمرة الكنافة، وحطها بيضة كده، فبزود الزبدة شوية او سمنة، اي حاجة موجودة عندك اللي انتي متاحة عندك اعمليه. وبعملها بايديا كده، بكبسها جامد، وهروح اعمل خطوة تانية على طول. 2.5 كوب حليب، وكوباية الحليب النص الحليب التانية فيها قشطة كتير، قشطة فلاحي من الوش اللبن. وهنا حطيت علبة قشطة كمان، و2.5 معلقة نشا فانيليا، 2.5 معلقة سكر. وهحط كمان كريم شانتيه، مش متاح عندك مش مشكلة. انا في نفس الوقت مش عاملاها يعني غالية، هي عاملة القشطة اقتصادية برضو يعني، اقتصادية نص نص الصراحة. فهنا حاولت ايه اعمل حرف كده لصينية الكنافة، علشان ممكن القشطة تبوظ مني ولا حاجة. وهنا ما شاء الله القشطة كل حاجة حطيتها على البارد الاول، وبعد كده شغلت البوتاجاز في ثواني، ضفتها كده. وضفت سوداني، ده اختياري طبعا، يعني الولاد اللي قالوا حطيه يا ماما. وهنا بحط الطبقة كده لحد ما اغطيها خالص، وهبتدي برضو اكبسها بايديا بالراحة كده، وادهنها بقى بالزبدة من فوق. وطبعا كنت شغلت الفرن عندي علشان يلحق. مش عارفة الفرن عندي حاساه مش حامي ليه، مع انه كان ما شاء الله يعني. مؤخرا يعني لقيت حاجة زي كده. هنا بقى حطيت 2 كوباية سكر، وهحط عليهم 2 كوباية مية على النار يغلوا غلوة. في اخر الغلوة يا اما عصرة ليمونة يا اما فانيليا. عندك بقى سكر كلوكوز، عسل كلوكوز، حطي معلقة عشان يلمعلك الحلويات، اي نوع حلويات. عايزة تحطي سمنة حطي سمنة، اي اضافات انتي متاحة عندك حطيها، مش متاحة انا بصي بالموجود عندي بقضي يعني. هنا خلاص المكرونة بضيفها على الصلصة زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبها كويس. وهنا كمان الصلصة دي كانت باقية عندي في التلاجة، خدت منها معلقة كمان لان انا عاملة كيسين، فاحتجت صلصة كتير يعني. حط معلقة زيت كده كمان زيادة التأكيد، لان انا ما فلفلتش المكرونة تحت المية الباردة، واخدين بالكم؟ فمش عايزة المكرونة بتاعتي تبقى معجنة او مستوية زيادة يعني. فخلاص كده، ودخلت فين الكنافة في الفرن، والمكرونة على البوتاجاز، ودخلت على كوم المواعين اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم عايزة اقول لكم، انا بعد ما خلصت لقيت جسمي كله مية يعني، كمامي وصدري، لانه كنت بجري. مع ان انا سبحان الله ما باجي اغسل مواعين ما بغرقش نفسي مية خالص، بس عشان كنت مستعجلة جدا ومشغلة الموتور بقى وبشطف، فالمية كانت شديدة. ف انا بغسل كده وبكفي على التربو اللي ورايا. بعد كده بحطهم بقى في المطبخ عشان المية وكده. فمش عايزة اقول لكم والله، الحلة الحمراء اللي في ايدي دي بقالها 17 سنة، كتر خيرها والله. تيفال كنت جايباها من رنين على فكرة بتاعت المكرونة، كنت جايبة طقم على بعض وكان في حلة مكرونة. هي حلة المكرونة اللي اتبقت معايا من الطقم كله يعني، كتر الف خيرها بصراحة. والله ما بعمل مكرونة اللي فيها بقالي 17 سنة ما شاء الله. هنا بقى بعد ما ضربت الطماطم في الخلاط، انا عايزة اعمل عصير مانجا الولاد كمان، فبعمل الشفشق كده عشان اضرب العصير كمان الاول. عايزه اقول لكم هو ساعه وربع انجزت كل اللي انتوا شفتوه ده، ولسه في مواعين غير دي كمان والله. يعني انا مش عارفه المواعين، والله ما اعرف جت منين. الحمد لله يعني. هو في رمضان بيبقى الاكل كتير يعني، ممكن يبقى عندك اكل بات باقي، بترجعي كمان تطبخي اكل صباح، تحطي ده مع ده، فبيبقى عندك كميه مواعين رهيبه يعني، حتى لو من بعد الفطار بس. فالحمد لله ربنا يجازينا خير يعني ويعيننا. هنا بقى كانت بنوتة الصغيرة بتصورني، كنا بنجري وانا بحط الجبنة الموتزاريلا في الاخر بعد ما شغلت النار على المكرونة دقيقتين. وهنا برضو هما اللي مصورين الكنافة، بس الإضاءة مش عارف كانت عالية ليه كده. وخلاص كده زعلنا في الآخر. كنت خلصت، بس ابني كان بيبقى يوزع وجبات كده مع ناس فاعلين خير وكده يعني، ربنا يجعله يا رب من الصالحين ويجعل أبنائكم الصالحين. فاتأخر، أول مرة يتأخر، المغرب كان أذن وأنا بقلق جدا جدا يعني عليه. فالحمد لله يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده.